الحكاية بتبدأ سنة 1858 في قرية توبا جنب مدينة طوكيو في اليابان، لما اتولد ميكوموتو كويتشي، وده أول طفل لعيلة بسيطة بتشتغل في بيع الرز المسلوق. المهم إن لما شد حيله وكبر شوية بقى يساعد أبوه في الشغل ويجر عربية الرز المسلوق اللي بيبيعوه، واللي زودوا جنبه شوية سمك ني أبوه بيصطاده. وفي سن 18 سنة اشتغل ميكوموتو في صيد السمك والغوص وصيد اللؤلؤ وبيع الأصداف اللي كان بيحب يحتفظ بالنادر منها. وفي يوم من الأيام قابل ميكوموتو واحد من صحابه اللي بيشتغلوا في الأحياء المائية، وسأله السؤال اللي دايما بيسأله لنفسه: ليه مش كل القواقع بيكون جواها لؤلؤ؟ وليه اللؤلؤ مش موجود غير في القواقع أصلا؟ وقال له صاحبه إن اللؤلؤ بيتكون جوه المحار أو القوقعة بسبب دخول شوية طفيليات جوه القوقعة، زي شوية رمل أو أي أجسام غريبة بتفتح لحمها، فتقوم المحارة تدافع عن نفسها وتعزل الجسم الغريب ده عنها بإنها تفرز مواد كلسية حواليه، والمواد دي بتتكون من كربونات الكالسيوم والبروتينات. ومع الوقت الجسم الغريب ده بيتحول بعد كام سنة للؤلؤ. ومن يومها وفكرة إنتاج اللؤلؤ بطريقة صناعية ما فرقتش خيال ميكوموتو، فجمع عدد كبير من القواقع وفتحهم ودخل فيهم أجسام غريبة وسابهم في شوية إقفاص في البحر، ربطهم في مركب واستنى عليهم سنتين. وللأسف جه يفتح القواقع ملقاش فيهم حاجة، وحاول مرة تانية وبرضه الموضوع منفعش بسبب عواصف شديدة ضيعت القواقع كلها في البحر. المهم الراجل ما يقسش وقال لك التالتة تابتة، بس المرة دي المشكلة كانت كرييتيف شوية، لأن القواقع كلها ماتت بسبب التيار الأحمر، ودي مواد طفيلية لونها أحمر بتمنع الأكسجين عن القواقع. وكل الخسائر والمحاولات دي خلت الناس يقولوا على ميكوموتو إنه مجنون ومش طبيعي، وبطلوا كمان يشتروا منه الرز والسمك اللي بيبيعه. وده اللي خلاه يسيب التجارة لمراته ويتشجع أكتر ويحاول تاني في تجارب زراعة اللؤلؤ، بس المرة دي قال يخلي باله وياخد احتياطاته ويشوف هو غلط في إيه. ولقى إن أول نقطة إن انخفاض درجة حرارة المية لأقل من 7 درجات مئوية بيموت القواقع. ده غير إنه لاحظ كمان إنه لما بيحط كمية كبيرة من القواقع في قفص واحد بتموت. المهم إنه تحدى نفسه وجرب من جديد وبعد عن كل الغلطات دي، ومع ذلك مفيش فايدة. النتيجة كانت طبق الأصل زي المرات اللي فاتت، والقواقع كانت بتضيع منه هي والفكرة كلها، لدرجة إنه قرر يرجع لتجارة الرز زي ما كان، وقال اهو اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. بس بعيدا بقى عن كل الناس اللي كانوا في حياة ميكوموتو اللي بيقولوا عليه